السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، أينما حللتم ارتحلتم، تحياتي للجميع إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير على خير. كي دايرين، كي دايرة الأحوال، كي دايرة الأمور، كلشي بخير. مرحبا بكم. نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع. إن شاء الله غادي نصبروا واحد الشيء إن شاء الله ونطلعوا اللايف ديالنا ونبداو إن شاء الله، لأن ما غاديش نكثروا عليكم ونبقاو بزاف، فبالتالي غادي ان شاء الله واحد الشيء نطلعوا ان شاء الله ويطلعوا الاخوان. بغيت يعني فضلا وليس امرا الاخوان يحضروا معنا. شويه ديال التكباس ان شاء الله باش يطلع هذاك سميتو شويه ديال البارطاج، لان ان شاء الله غادي يكون يعني في الحقيقه يكون ان شاء الله اخر فيديو قبل ان شاء الله الاجراءات اللي غادي نقوم بها من بعد ديال سميتو في القضيه ديال الاخ المتوفى الذي اشعل المنابر كما قالوا المنصات حتى سبحان الله بعد الوفاه ديالو فاشعلها شعيل. فنسال الله ربي سبحانه وتعالى يبارك في الجميع، نسال الله ربي سبحانه وتعالى انه يحفظ الجميع، ونتمنى ان شاء الله اننا ما نكونوش يعني ثقال على القلوب ديالكم، نكونوا خفاف. غير يطلع شويه ان شاء الله اللايف الاخوان وغادي نبداو ان شاء الله. شويه ديال البارطاج، شويه ديال التكباس، الله يرحم الوالدين باش يطلع سميتو. ارمين اوفيس. الى سمحتي لي هذا اللايف ان شاء الله غادي يكون مخصص للحاله ديال الوفاه. غادي نعطيكم الاسباب الحقيقيه ديال الوفاه ديال الاخ سامي دو برازيل، وغادي ناكدوا لكم الخبر واش فعلا يعني ما متوفى ولا عاش. ربما يعني عند البعض يعني اصبح هذا الاخ نسال الله ربي سبحانه وتعالى يرحمه ويوسع عليه، يعني سبحان الله ماده دسمه لبعض الناس لضرب في اعراض مش الاحياء الاموات. لو كان حيا والله ما كنت يعني تدخلت في الموضوع ولا حطيت راسي في راس الجهلاء، لكن ان يقذف الميت فصافي ضاعت الانسانيه وراح الفرح معها وتركني وغاب كي قال له. فهذا الذي لا نقبله، يعني كيف ما كان الحال انسان واحد حي وتقدر مثلا تقذفه ولا تكلاشيه ولا تعدى عليه ولا شي حاجه، ماشي مشكل، عنده لسان وعنده يديه يدافع على راسه. ولكن واحد مات وانتم جعلتوا من القضيه قضيه اللي ما تصورش، ودخلوا فيها ناس من الجمهوريين ومن الناس اللي كيضربوا في الملكيه وكيضربوا في الوطن وفي الثوابت، وكيجي يقول لك بان راه السيد راه كان يعني السيد اللي مسكين شبع سبان في المؤسسات، كيقول لك راه كان من المخابرات المغربيه وتخلصت منه المخابرات وبعثته المخابرات المغربيه الى بوليفيا والاوروغواي. واش التبرزيت ديالكم انتم، واش التبرقيع ديالكم؟ انا ان شاء الله ساشرح لكم الحقيقه ديال الفيديو اللي صورته اليوم، ودرنا القضيه ديال الافلام الهيتشكوكيه ودخلنا الى قاع البئر لناخذ منه الحقيقه من القسم ديال الاموات، وتركنا التليفون يسجل وسجلنا كل شيء الحمد لله، وكل شيء واضح ناظر في هذا الفيديو. اولا قبل ما غادي نبدا ان شاء الله في الشرح ونطلق لكم الفيديو، بغيت نعرف شكون من الاخوان اللي كان معنا في اللايف المباشر اليوم 8/5/2026، اليوم ديال الجمعه. اليوم شكون اللي كان معنا في اللايف فاش كنت في المباشر وصورت من داخل قسم الاموات ديال المدينه اللي كان فيها الجثمان ديال الاخ ديالنا سامي دو برازيل رحمه الله واسطر له سميتو. نسال الله ربي سبحانه وتعالى ان يتغمده برحمته. بن عماره كان معنا، زيد شكون اللي كان معنا؟ رضوان خويا كان معنا، زيد شكون اللي كان معنا؟ كتب غير رقم واحد. سعيد خويا البرازيل مرحبا كان معنا، زيد. ربيع بنيس كان معنا خويا مرحبا. رشيد سي رشيد رواق الاميره كان معنا ودخل معنا كاع في المحادثه. شكون اخر؟
ما عليناش. كنعرفوا بان التيك توك كيكونوا ناس دابا يكون حتى الوقت متاخر بشكل كبير جدا. غادي نمشي ان شاء الله في التفاصيل ديال الموضوع. الاخوان لمحه على هذا الفيديو وانا نرجع لكم. بسم الله يا ربي تيسر ربي يسر. الصوت مزيان، كتبوا لي رقم واحد. رانا هنا في داكشي ديال السيتور دي بيريسيا، وراه بقيت بنفس القميص وبنفس الكاسكيطه باش الصوت مزيان. انا غادي نحيد هذاك سميتو، راني مستاصين عنده مليح. غادي نشوف. المهم راني هنايا، خليكم معايا. الصوت مزيان. غادي نقص. كنت كنقاد هنا لان كنت كنحاول ما امكن انني نقص الضوء ديال سميتو. المهم انا غادي نمشي لما يفيد. الاخوان مباشره الصوت مزيان الاخوان. غادي تسمعوا شي التخرشيش لان الصداع تما وداكشي انا كنعاد. المهم رانا هنا باش تشوفوا نتوما شوف واش الدار كنكتبوا ولا كنوش عليكم. راني هنايا في القسم ديال سميتو. راكم تشوفوا الخوت. قلت لي راني جيت عندك على ود ديك القضيه ديال عصام. شوف كاين شي كاميرا فوقي هنايا. راني جيت على ود ديك القضيه ديال عصام اللي مات. بعد غادي ناكدوا، ما غادي ياكدوا لنا الموت، لان هنا اللي كان في هذا القسم ديال التشريح جاي على اساس باش ناخذ الاوراق. الا عطاوني الاوراق داكشي اللي بغيت، الا ما عطاونيش الاوراق بعد غير ناخذ اعتراف منهم بانه موجود هنا ونشوفوا من بعد الاجراءات. نشوفوا كان الهدف الاساسي هو اننا ناخذ اعتراف من الطبيب الشرعي ومن يعني الديليغادا المسؤوله على القسم ديال الاموات، يعني الضابطه اللي مسؤوله على قسم الاموات تماك، باش ناخذوا منها اعتراف على اساس انه مات. لان بزاف الناس نوضوا ضجه، شي كيقول لك راه في سيراليون، شي كيقول لك راه في الموزمبيق، شي كيقول لك راه في الامارات، شي كيقول لك راه صافطته المخابرات المغربيه. واش ما تحشموش؟ واش ما عندكمش شي كيف تحشموا عليه ودايرين فيها زعما ناس اللي عندكم مصداقيه وتتحدثون في النظام المغربي وتتحدثون في المؤسسات وزعما كتقولوا باننا حنا رانا باغيين نديروا سميتو وانتم مقطعين في سيد مسكين وافته المانيه وشبع موت كما قلت لكم في اللايف السابق. ما حشمتوش، ما عندكمش كفاكم. المهم انا غادي ندوز شويه في سميتو لان هذا من بعد سينشر في السميتو، غير باش نشرح للاخوان شويه المواقف. اسمعوا انا فاش كانت معايا الديليغادا autorizando, como eu não sou da família dele, só sou amigo e eu sou também a pessoa que ajuda as pessoas a enterrá-los, vocês me passam a documentação, o laudo do falecimento do... اخوان الصوت شويه كتسمعوه لان الصوت تما كيكون ضاجي. كتسمعوا شويه بعدا باش نشرح لكم لان راه كيهضروا بالبرتغاليه، رانا كنهضروا بالبرتغاليه. قلت لها بانني انا محتاج لذاك اللاودو، التقرير الطبي. يعني التقرير الطبي مهم جدا باش تعرف الاسباب ديال الوفاه الحقيقيه، الى جانب ذلك انك تعرف شنو وقع، واش السيد مات مقتول، واش السيد وقعت له شي مشكله. لان كثر بان راه التصفيه ديالو من طرف المخابرات، شي كيقول لك راه المخابرات صافطاتو لك سميتو باش تخلص من الملف ديالو لانه تفضح كورقه مفضوحه. واش هبلتو واحد اللي كان كيسب مسكين ما خلاش ما عرقش للمؤسسات، هذا يكون مع المخابرات. نتوما حسابكم هاد المخابرات جايك سميتو، راه المخابرات هما اقوى الناس، ما يقدروش يقولوا كلمه واحده على المؤسسات. هبلتو نتوما؟ لا، راه تم التصفيه ديالو، تم القتل ديالو، وحدين كيقول لك راه ضربوه بالرصاص، وحدين يقول لك راه جيفوه، وحدين هذا. لا حول ولا قوه الا بالله. وهنا غادي نشرح لكم انا الموضوع. ساكنه هذا التصوير هذا مع الضابطه ديال سميتو ديال قسم الاموات بسانتو اندري. مشيت تماك وعارف بلي غادي يطلبوا لي كما كانوا كيديروا لي. شكون كان يعقل فاش كنا كنمشيو سميتو كنا كنمشيو مثلا الايميل هو انستيتوتو ماجيك كوليغاو، يعني هي المؤسسه بحال شكل حنا ديال كنقولوا التشريح الطبي، وكيكونوا فيها الاموات وكيجيو العائلات ياخذوا الاموات ديالهم سواء كانوا مجهولين او معروفين. فمشينا باش ناخذوا منهم اعتراف بان راه السيد دار، وانا كنت باغي ديك الاوراق ولكن قالوا لي خصك طلب خطي من طرف السفاره البرازيليه يراسلوا الايميل باش على اساس كما كانوا كيديروا معايا في ديال الكلينيكاس وداروا مع ديال ارتورافيل اللي دابا اصبحت غير من التليفون كنحل المشكل.
هذا بعيد عليا تقريبا ما يقارب 35 كيلومتر، ما عمري مشيت له، اول مره كنمشيو نعالجوا هذه الحاله هذه. طلبوا مني هذا الطلب، ولكن انا بغيت ناخذ منها سميتو، خليتها انها مشات من الارشيف، جابت الارشيف كله وكتقرا هي وكنقرا انا، وثبتنا بان الاسم ديال عصام الفقير موجود، ورحمه الله عليه بالدليل والبرهان. وغادي نوريكم كذلك دليل اخر ديال الشهاده ديال الوفاه، وغادي نقول لكم شنو هو الاجراءات اللي غادي نقوموا بها من بعد، واش غادي نقوموا بالنقل ديال الجثمان، واش غادي نديروا، هادشي كلشي غادي نهضروا عليه ان شاء الله في هذا اللايف. الاخ قال لك الطب الشرعي، شكرا لك. كاين شي رسائل شي ميساجات اسمع شنو وقع الاخوان. كاين هنا اللي كيهضر البرتغالي يكتب لي رقم 1 وقولوا لي واش الصوت مزيان. كاين اللي كيهضر البرتغالي، انا غادي نبقى نترجم انا شويه، ما غاديش نترجمو كامل لان غادي من بعد نشرو، راه فيه 28 دقيقه. كاين اللي كيهضر البرتغاليه مزيان، يلاه استمعوا الخوت. عصام الفقير ماروكين قلت لها واش السيد اللي مات سميتو عصام الفقير؟ قالت لي ايسو، يعني نعم. شنو غنقول لها؟ قلت لها واش هو اللي ساكن في هيبيرون بيريس؟ وفعلا عصام ساكن في هيبيرون بيريس. وقلت لها واش هو اللي تدفن في المقبره ديال هيبيرون بيريس اللي وراها لكم عز الدين ونضت عليها ضجه كبيره. قلت لها كتكونفيرمي هذا الشيء هذا بان هذا عصام فعلا هو اللي مات. انا ما بغيتش نقول لها، راه كاين بزاف الناس كيقولوا راه ما ماتش، وكاين اللي يقول لك راه هرب لان البنكات تابعينه، اللي كيقول لك راه تم التصفيه ديالو. ونعلوا الشيطان عباد الله، خليو السيد مسكين يموت في خاطرو. وبنادم ما كتقيلوش يدينك حي وكترجعوا لبنادم ميت، لعنه الله على الظالمين. وراه نقولها لكم، راه اللي كيتشفى غادي يتبلى، اللي كيتشفى راه غادي يجي الوقيته ديالو حتى هو غادي يتبلى. المهم نكملوا الفيديو. قلت لها واش شنو هي السبب ديال الوفاه ديالو؟ قالت لي فوي كوراسون مورتي ناتوراو. الاخوان هذا هو اللي قالت ولا شي حاجه اخرى؟ الاخوان هذا هو الكلام اللي قالت ولا انا راني كنكذب؟ الاخوان اللي كيهضروا البرتغاليه اسمعوا من جديد. سولتها قالت لك فوي كوراسون، يعني القلب ديالو مسكين وقف نظرا للضغط اللي عنده بعض الامراض، وهذاك غادي نشرحوها لان في الشهاده ديال شهاده الوفاه راه كتبوا شي حوايج، لان كنا هي اللي غادي نحصلوا عليها في داكشي ديال التقرير الطبي، الى جانب امور اخرى والصور والمسائل. قالت لا قلت لها واش شي عمل اجرامي؟ قالت لي نو فوي ما مورتي نورمال. الاخوان ديال البرتغاليه هذا هو الكلام اللي تقال لك، هذا شي كلام اخر، لان هذه راه قضيه مهمه جدا. راه كاين ناس كتتهم المخابرات المغربيه بانها هي من قامت بالتصفيه للسميت، وهذا الكلام هذا راه ديال ديليغادا، يعني الضابطه المسؤوله على هذا السميت. الاخوان هذا هو الكلام اللي تقال ولا نعاودوا؟ لان هذا هو المقطع اللي غادي يهمني، ومن بعد كاين شي احداث اخرى غادي ننشر لكم هذا بكثير. اسمعوا من جديد. Morte natural, coração. Não teve isso de uso de algum. Não foi criminoso. Não, criminoso não, porque ele como ele teve alguns problemas, ele começou a beber mais. Então não foi bebida. Não. É parada cardíaca mesmo. وسولتها سبحان الله، قلت لها راه كانت عنده بعض المشاكل وكانت عنده بعض الامور، واش السبب ديال الوفاه ديالو في التشريح؟ لان التشريح الطبي راه اطباء متخصصين راه يجبدوا لك شنو عندك شنو كليتي الشهر اللي فات. قلت لها واش ما يكونش زعما هذا الشيء ناتج عن استهلاك ديال الكحول ولا استهلاك المخدرات؟ قالت لي نو فويو ما مورتي ناتورال. يعني عصام هذا يثبت، هذه صدمه للبعض بان عصام تؤكد التقارير الطبيه بانه راه ما شربش، وهذه مده كبيره مسكين.
فنسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون هذا الأمر حسن الخاتمة، لأن مجموعة ديال الناس كيبقاو عليه سكير وسكير. ونقول لكم واحد القضية، الناس اللي كيفهموا في القضية ديال التشريح الطبي والطب الشرعي راه كيفهموا بأن الإنسان إلا كونسوما مثلا المخدرات ولا كونسوما الكحول ولا واخا مدة واحد المدة زمنية كبيرة راه كيبان فيه. وانا اللي ناكد لكم، وهذا الكلام كان تقال، عصام قال لي بانه راه وقف كل شيء وما بقاش كيستعمل يعني مده كبيره، الله اعلم بشحال ديال المده. فنسال ربي سبحانه وتعالى انها تكون حسن الخاتمه. وانا نقولها لكم، قال كيبقى في الشعر، انا نقولها لكم سمعوا هذه الفقره هذه مهمه جدا. انا غادي نشرح لكم من جديد اسمها كامل الاخوان ديال البلاصه. Embaixada de Marrocos, ela tem que me autorizar para vir aqui trazendo essa autorização. Se eles ligaram para vocês? Não, só por telefone não, tem que ser por escrito. Por escrito. Por escrito. Então vamos lá, para eu entender bem. A Embaixada de Marrocos tem que escrever para vocês, me autorizando, como eu não sou da família deles, só sou amigo, e eu sou também a pessoa que ajuda as pessoas a enterrá-los, a vocês me passam a documentação. Laudo, isso, falecimento do... O nome do falecido é Sam Al-Fakir. Isso. Marroquino. Isso. Ele mora em... para ter certeza. Ribeirão Pires, e foi enterrado no cemitério do Ribeirão Pires. Isso. Então se confirma isso daí, ele mesmo que morreu. Isso. Foi ele mesmo, foi A família dele, identificado. ela tem que saber disso. Né? Foi identificado. Foi. Como Foi identificado. no laudo, qual foi a... Foi coração, foi morte natural. Morte natural, coração. Morte natural, coração. Não teve erro só de uso de amor. Não foi criminoso. Não, acidente, criminoso não, porque como ele teve alguns problemas, ele começou a beber mais, isso daí. Então não foi bebida, Não. é parada cardíaca mesmo. Isso, foi problema no coração e obesidade. Obesidade. بارادة كاردياكا اي اوبيزيداد، يعني كان غليظ مسكين. والتقرير راه عندنا هنايا. المهم انا غادي نكفيكم بهذا الشيء هذا لان ما غاديش نطول فيه الصوت، ما يعني ربما يقدرنا كان كتسمع الصوت مزيان الخوت. غادي نمشيو للفقره الاخرى اللي هي الفقره نتمنى من الاخ سامي الاخ مسمار البرازيل الا كان في الاتصال يدخل معنا ان شاء الله باش غادي نحكيو. سمير اخويا تقدر تدخل معايا في اللايف ولا تتهضر معايا هنايا؟ وغادي نوريكم ما حصلت عليه الله يجازيه بخير المحاميه ديال خويا مسمار البرازيل. وانا قلتها لكم في اللايف الاول اللي دخلت في الموضوع، لان شفت بزاف الناس كيكذبوا وكيقذفوا في الناس ديال البرازيل وفي المصداقيه ديال المغاربه ديال البرازيل بغض النظر على الاخطاء اللي كتوقع. انا قلت لكم انا حامي مغاربه البرازيل في البرازيل، ما كنتش غادي ندخل في هذا الموضوع بتاتا ونهائيا، ولكن عندما شفت كثره البلا بلا قلت انني ارفض تماما ان يقذف المغاربه ديال البرازيل سواء الاحياء او الاموات. انا لو نوصل معكم في النصر اقسم بالله من يمس شعر من مغربي او مغربيه انا له بالمرصاد، سواء كان حيا او كان ميتا، ونسطر على هذا الكلام هذا. الاخ ديالنا الاخ مسمار قام بواحد القضيه زوينه بزاف وقامت فيها المحاميه ديالو، وانا غادي نوريكم هذا الشيء. تمنيت انه باش غادي يجي هنايا حتى هو يشرح معايا الامر. سمان اختي شكرا. الاخوان شويه ديال التكباسه لهذا اللايف، شويه ديال البارطاج باش نكونوا دالين على الخير ونكونوا ناس اللي غادي يفضحوا الشر. راه بزاف اصاحبي وبزاف، والناس اصاحبي التعاليق اللي كتكتب والفيديوهات اللي كدير واللايفات والمسائل، انت فين غادي انا صاحبي؟ فين غادي؟ انت لهاد الدرجه خالعكم مسكين سامي، حتى لهاد الدرجه يعني مخوفكم حتى سبحان الله من بعد الموت ديالو مسبب لكم الدمار الشامل، مسبب لكم الضيقه صاحبي. حتى لاين غادي؟ حتى لاين؟ عيب صاحبي. فين راه اذكروا موتاكم بالخير، وفين راه يعني الانسان صافي كي قالوا هذاك اللي خاف اللي ربح يعف. فين من سيقول بانها الاي اي؟ وانا عارف اللي غادي يقول لك راه الاي اي والانتيليجنسيا ارتيفيسيال هذه ماشي انتيليجنسيا، والوثيقه موجوده وكل شيء موجود، ولكن هو راه صيفطها لي هنايا بسميتو بالبي دي اف،
وكذلك حنا راه غنقول لكم انا شنو غادي ندير. انا راه غادي نمشي نكتب عليه في المقبره ديالو، غادي نحاول ان شاء الله الا قدينا نقلوا الجثمان ديالو من بعد ما حصلنا على بعض الاوراق. وانا راه توعدت مع الناس ديال المسؤولين على المقبره انني غادي ان شاء الله نحصل على اوراق اخرى، وغادي نحاول ان شاء الله نشوفوا الا كانت عندنا امكانيه ديال التنقيل ديالو للمقبره الاسلاميه. اذا ما كانش غادي نبنيو عليه تماك. وغادي نقول لكم واحد القضيه، غادي نبنيو عليه وما غنكتبوش الشاهد ديالو بالعربيه، غيتكتب بالبرتغاليه باش دوك الناس اللي غادي يبقاو يكذبوا الوثائق ويكذبوا هاد الفيديوهات وهاد الشيء راه كله مفبراك وهاد الشيء راه كله بالانتيليجنسيا ارتيفيسيال بالذكاء الاصطناعي وبهذاك. غادي نبين لكم بانني انا احكم في البرازيل. يعني فهمتيني شنو كنقصد بها؟ هو انني انا نقدر نجي لشي قبر ونكتب فيه سميت عصام الفقير، لان الا خرجتوا وكذبتوا باننا كتبنا على الشهاده وقلتوا هذاك الشيء راه كذوب وغتفبريك، يعني حنا كنحكموا في البرازيل. البرازيل دوله القانون، راه تجي وتكتب على شي قبر اللي ماشي ديالك وتكتب فيه السميه اللي بغيتي راه يغبروا لمك الشقف. صافي. ريبوبليكا فيديراتيفا دو برازيل. ركزوا الاخوان على شنو مكتوب هنايا، سيرتيدون دي اوبيتو، شهاده الاخوان ديال البرازيل. شنو كتبوا لهم؟ شنو ماذا تعني الاخوان ديال البرازيل؟ شنو تعني سيرتيدون دي اوبيتو؟ واش كتعني شهاده الوفاه ولا لا؟ ها هي ساقربها، انا غنديرها كاع بجهه اخرى كاع. ها هي خوتي غادي نديروها لكم حنا كبيره كاع، واتمنى يدخل معنا سميتو اخوان ديال البرازيل. واش كتعني سيرتيدون دي اوبيتو؟ واش كتعني شهاده الوفاه؟ وشنو الاسم اللي مكتوب تما؟ واش عصام الفقير ولا مكتوبه لوسيا بنت فيرا بنت خديجه بنت البشير؟ اخوان شنو مكتوب؟ واش راكم صايقين ولا الخوت ما كتكتبوش؟ يبان لي الناس اللي كتكتب حاجه اخرى. بغينا الناس ديال البرازيل يتجاوبوا معنا. شكرا خويا رشيد في المغرب وكيفهم البرتغاليه. المهم ما عليناش. شهاده الوفاه عصام مكتوبه فيها هنايا التاريخ ديال الوفاه ديالو. التاريخ ديال الوفاه ديالو 11/4/2026. 11/4. الاخوان يمكن الارقام كيبان لكم مقلوبين. المهم ها 11/4/2026. نزيدوا من اراد ان يشكك، نعطيو لك حنا الرقم ديال السيري ديال هاد الشهاده، واتصل باي كارطوري قول لهم راه بغيت نسخه من هذه، راه غادي يعطيها لك. هي هذه الماتريكولا ديال الشهاده، ها هي. بغيت تسجلها سجلها، ها نخليها شويه، ولا بغيتو نفتيها عليكم نفتيها عليكم، الدنيا هانيه. حتى انا راه كاتبه لي مقلوبه. الرقم ديالها 11/6/23/7/0/0/6/0/0/8/6/4/9/8. ها هي. انا غادي نخليكم هذيك 2 باش ربما تبان لكم 2 8 6 4 9 8. واضحه الخوت؟ لوكاو دي فاليسيمنتو، مكان ديال الوفاه، ان دوميسيليو. نزيدو اسيدي حنايا غادي نديرو واحد القضيه اخرى باش نثبتوا عليكم بان هذا الشيء راه ماشي مفبرك. نزيد نعطيكم انا لادريس ديال المكان فين توفى. روحي انت اللي شاك، ياك مشات مع عز الدين وصور وما تكتيش، روحي انت اللي شاك لهذا العنوان هذا وغادي تسول تماك وغادي يقول لك بان راه عصام توفى. نزيدكم دليل اخر، لوكاو دي فاليسيمنتو ان دوميسيليو، يعني في الدار ديال السكن. نا هو جوزي دي بييري، كتب جوزي، هو جوزي دي بييري، رقم 78 TANK تنكي. اوكي ها هي، يعني
هي انا خوتي. واضحه الفكره خوت؟ نزيدكم، الام ديالو فاطمه، الاب ديالو البشير، هو من مواليد 1/10/1977. اللي كيهمنا هنايا كاوزا دا مورتي، اسكيميا اغودا دي ميوكارديو، كشي ديال القلب، دوينسا كوروناريانا روتشيكا، الاسماء ديال الاطباء في شكل ميوكارديوباتيا ديلاتادا، هيبرتنسيون ارتيريال. هادو هما السبب ديال الولاده. نقربها. هذه اسكيميا اغودا دو ميوكارديو، دوينسا كوروناريانا. هي انا تحت الخوت هذه. الى جانب ذلك ميوكارديوباتيا. ما كان لا قرطاس لا صاروخ لا درون لا مخابرات ولا هم يحزنوا. يلا اصحاب المصداقيه وخارجين في لايفات وتخلصت به شو اسمه، تخلصت به الدوله المغربيه وقتلته، وشي كيقول لك بعثته الى السيراليون، شي كيقول لك بعثته الى بوليفيا والى الاوروغواي، وشي كيقول لك راه هرب من البنكه، وشي كيقول لك راه هرب من مولات الكرا. انا قلت لكم ونعاودها لكم. شتي هنا في البرازيل علاش كيجيو مجموعه ديال الناس وكيبغيو يضربوا البنكات هنا؟ لان هنايا راه ما تدخلش للسجن. في البرازيل تدي 60 مليون 700 مليون 100 مليون، ولا تدفع فايت راه ما تدخلش للسجن. تدفع شيك بدون رصيد يقول لك القانون ولا يحمي المغفلون، ما تدخلش للسجن. فبالتالي عصام راه ما عنده لا من يهرب. اوكي الخوت، واضح الفكره؟ الاخوان شكون اللي راه معايا في الخط وفاهم مزيان يكتب لي رقم 1. السميه ديال الطبيب اللي دار عليه التشريح هو لويس فرناندو. ما غاديش نكمل الاسم ديالو لان يمكن ما نقدروش نقولوا السميه ديال الطبيب كامل. لويس فرناندو ها هو. انا نتمنى مسمار البرازيل طلع معايا، طلع مسمار هنا. سمير درت لك انفيتاسيون خويا. اهلا سمير، هو دابا اللي غادي يخدم ليا. سمير شحال الكاميرا؟ على السلام. عرفتي من ايمتى كنصيفط لك انا سوليسيتاسيون؟ ماشي صاحبي، راه خليتك التليفون صيفط لك ميساج في التليفون، علاش ما عيطتيش ليا؟ قلت انا اجي تيك توك ندخل ليه نيشان. راه دارت الاخوان. شحال الكاميرا ولا صعيب عليك؟ بلاتي انا راه يلا اول لايف غادي ندخل دابا من هنا. اي الحمد لله على السلامه. الله عليكم سامر. يلا الاخوان دعمونا اخويا سمير، دخلوا عنده. راه هضرت عليه قلت لهم، راه شرحت لهم القضيه اللي وقعت في الايميل فاش مشيت درت داك التشكوكيه والتصوير بطريقه احترافيه باش نجيب الاعتراف من تماك. وانت تبارك الله عليك، وشكرا لك وشكرا للاخت المحاميه اللي استطاعت انها تجيب لنا السيرتيدون دي اوبيتو اللي هي هذه. وراه قلت لهم اللي كيقول الاي اي راه عطيت لهم حتى الرقم ديال السيري ديالها، وانت بغيتك تعاود ديك المعلومات كلها هي. واش قال لك اي اي؟ بعدا بغيت نعلمك، راه كيبان داكشي بالمقلوب، فهمتي الكتاب. معليش انت يلاه انت تقدر تبين لي داكشي هو هذاك، فرش كلشي. انا راه شوف، راه في اللايف اللي حطيت اولا في الفيديو اللي حطيته راه كتبت انا هذاك الشيء مطابي، فهمتي يعني بنادم الا بغى يدير لها كوبي كولي وغادي عندك الاورديناتور حداك تقدر توريه وغادي يبان ديال الماتريكولا وداك الشيء راه كنت حطيته في راسك. عاوتاني دخلوا عندي اصاحبي شي وحدين تاع علاقات تيطلبوا لي هاد السيرتيفيكا هادي. عطيها لهم. عطيها لهم، السيد مات يمشيو يجيبوا الورد. لا ما نعطيش لاي واحد. انا جلست هضرت على العائله ديالو، قالوا بالنسبه لواحد اللي باغي يبيبليها، فهمتي
اما واحد يخليها عنده ما نعرفوا ما حتى شي حاجه داخل واللي عطى عندي الله باقي. عطاه. شوف انا شنو غيجيبوا السيم بي جوطا، كتب عصام الفقير تجيب السيم بي جوطا ديالو، تجيب سي بي اف كتب سيم في جوجل كتب عصام الفقير يطلع لك السي بي اف ديالو. اليوم بقى ما يدخل. اي واحد بغاها، راه اي واحد بغى هاد السيرتيدون راه ممكن انت يدخل غادي ياخذها، ولكن انت ياخذ الا عندك دابا انت مزيان غتبان لك مزيانه، وري ديك الفقره الاولى ديال السميه ديالو، وري لهم السيري مشي يخرجها شي واحد. راه هذه انت كما قلتي انت، نديروا هذا انا كان الغرض ديالي بالصور وكتبت، ولكن الحمد لله داكشي اللي كنت بغيتو الديليغادا وضحاتو لي. قلت لها واش مات بالشراب؟ قالت لي ماشي الشراب. لا كانت عنده ظروف، اسمع راه كانت عنده ظروف وكان مسكين كيشرب، وهذاك واش شراب ولا مخدرات؟ قالت لي لا عنده غير الضغط. يعني اسمع على سمير يعني ان هذا كيبرر بان راه الوقيته اللي توفى فيها راه مده ما استعمل لا شراب ولا حتى يحزن ولا ما يحزن، والا في التشريح الطبي راه كيبقى له في الشعر ديالو كتبقى له الشراب الى كما شرحنا واحد الاخ. نزيد واحد القضيه قبل ما نكمل سمير اسمح لي قبل ما توصل، لا اسمح لي، قبل ما توصلني كاع هاد السيرتيدون هادي ديال الموت، كان دخل عندي واحد الطبيب قال لي راه عنده الضغط في القلب 100% غيكون مات بالقلب غير من خلال الفيديو اللي شافه داك اللايف اللي كان داير. هو كانت عنده مسكين حتى الضيق في التنفس وكانت عنده النهجه راه كانت باينه عليه في الفيديو، يعني بلا ما نحتاجوا كاع نبينوها في السيرتيدون داكشي. المهم حنا ليسونسيال. شوف سميتك اسمح لي واحد الدقيقه اخي مسمار باش هنا كتبان مقلوبه هنا ما كتبانش كاع هنا، ولكن خصك تقربها كبرها يمكن كتبان مزيان عندك، كتبان مزيانه عندك ولكن كبرها. ماشي انت عندك كتبان مزيان. ماشي هاي هنا، هاي الماتريكيلا راه كتبان هنايا. زيد قرب شويه، زيد قرب شويه بلا ما تحرك يديك، زيد قرب، زيد عصام الفقير سيرتيدون دي اوبيت. اوكي مزيان هاي مكتوبه فيها كل شيء، راه انا قريت عليهم في الفيديو اصاحبي، السميه، الكنيه، لا دات، امتى مات، امتى تدفن، شكون اللي كان مكلف به، الدكتور اللي كان اللي دار هاد سميتو كان سميو هذا. ماشي مشكل الاخوان اللي كتبان مقلوبه، راه ورينا لكم واحد الحاجه اللي مهمه جدا، يعني راه تورات السيرتيدون وزيدون. انا بلا سيرتيدون واش سمعتوا الضابطه شنو قالت؟ لا ما سمعتوش. واش انا غادي نمشي انا نتفق مع واحد الضابطه اللي اصلا انا فاش طلبت الاوراق قالت لك اودي خصك يعطيوك السفاره، يعطيوك واحد سميتو يصيفطونا واحد المراسله يقول بان داك السيد راه خصكم تعطيو له هذا الشيء. هذا راه دارته ديجا مع السفاره، مشكور، دارته معايا في الايام ديال الحالات الاولى ديال الام ال ديال الاوسبيتال داس كلينيكاس ديال ارتوروفين. هذاك الشيء انا اليوم كلينيكاس غير كنعيط كنقول لهم مامون المغربي راه كيصيفطوا لي اي حاجه اللي بغيت بلاك سميت. اما هادو راه جداد اول مره كنمشي عندهم، واصلا مستشفى مكان ديال التشريح وديال سميتو ديال الام ال انستيتوتو ميديكو ليغال غير صغير، وراه دخلوها في سميتو كتبوا انستيتوتو ميديكو ليغال ديال سانتو اندري غادي يبان لكم صغير بزاف. تفضل سمير قول لي بغيت اخويا. لا انا شوف، انا بعدا كنتعجب بعدا هاد القضيه ديال الناس كذبوا الموت ديالو، واخا هو كان باين راه كان مريض وكان شنو كيعاني وكان كيقولها في الفيديوهات ديالو. هاد القضيه ما فهمتهاش بعدا انا. وبنادم راه كيخرج، اسمع بنادم كيخرج في اللايفات كيقول لك بان راه قتلاتو المخابرات. والله انا كنت كنظن بنادم غادي يتصدم، غادي يتصدم الموت ديالو، لانه كان انت هو فهمتي الفيديوهات ديالو داكشي كان يعني واحد الانسان اللي معروف هنا وسط الجاليه، وداك بنادم بغى يتصدم يقول مسكين كان باقي صغير باقي بصحته دغيا، زعما ما بين الصحه والمرض فهمتي ما تعطلش بزاف فهمتي. يلاه دابا تقريبا ما كاملش عام ما بين المرضى ديالو حتى مات. والاشكال الكبير سمير اسمح لي نقاطعك باش ناخذوا نردوا في الكلام. الاشكال الكبير ماشي الناس تصدمات، اللي تصدم راه تحسن له العون، واللي خارج كيكذب بان السيد راه ميت، واللي كيقول لك راه ان المخابرات المغربيه قتلاته، واللي كيقول لك ان راه الملف ديالو تحرق والمخابرات المغربيه بعثته سميتو بعثته لاوروغواي. واش سمعتي داك الشيء ولا ما سمعتيش؟ ويا راه شفت انا شي فيديو واللي كيدخلوا كيقول لك انا داك الشيء هرب مني لان شي حاجه ديال الدراري الصغار. لا انا بالي داك الشيء عاوتاني ديال الدراري الصغار ما كاين لاش نبدا نجاوب وداك الشيء. انا كنهضر مع الناس لا اسمح لي سمير راه ضربات المصداقيه ديالكم. انا شخصيا عيطوا لي ناس كيقول لي هذاك راه كذاب، هضروا عليك على عز الدين انا كذاب. انا ما عجبنيش، قلت لهم بانني انا يمثل المغربي في البرازيل اول المدافعين هو هذا العبد الضعيف. انا ما رضاش شي واحد يطيح بشي واحد مغربي هنا في البرازيل هذا ولا مغربي كيما شنو الرباح زعما ديالنا حنا ملي غنكذبوا زعما علاش غنكذبوا نقتلوا واحد اصاحبي؟ متفقين معاه لان حنايا دابا بغينا نستروا عليه والسيد كان مضغوط، قال لك اسيدي حقا وقال لك بان راه حتى حنايا تابعين لك سميتو راه
داك الشيء اللي كان كيدير، وخصنا باش الناس ما بقاش تسبو، باش الناس ما بقاش دير عليه فيديوهات، والناس كتخرج كدير 4 10 الفيديوهات. هذا هو وكاين منهم اللي قال لك بان راه بغاو يتستروا عليه المخابرات، وحنا كذلك راه معتبرين مخابرات. كاع هادشي خرج منه اصلا. ايوا قال لي غير كيبغيو يخلقوا شي فيلم باش يبقاو مدايرين واحد الضجه بيناتهم، شي كيطلع شي وغاده بحال هكا، فهمتي؟ كيما كان شحال هادي ومشكله. انا كنظن شوف خصو هذاك الناس اللي دابا خارجين دابا دايرين فيديوهات، والله الا في بلاصتهم انا نمشي نبدا نستسمح بعدا من السيد، لان هما كانوا سبب في الموت ديالو، سبب غير مباشر هما بسبب الموت ديالو. لانه شوف واحد كنتي انت يوميا مخرج عليه فيديوهات وكتسبو وكتطلع. انا الكلام والله الا قالوا لي راه عندي موثق غير ما بغيتش نخرج به سميتو، نخليه لدوير الزمان. عندي هذا الكلام وقالها لي، وعطاني اسماء ديال الناس ديال اليوتيوبرز وديال سميتو، وقال لي شنو واقع، وقال لي حتى اصلا راه باغيين يدخلوا بيني وبينك. قال لي خويا قلت له شوف، قلت له عصام انا راك انت اللي كنت كتسب الوالدين ديالي والمسائل وما كلاشيتكش. واش حسابك المامون يعني بهذه السهوله هذه؟ المامون يعني غادي يجي كيتعالى مع اي واحد؟ انا راه عقل كبير بزاف، والراس ديالي راه دماغ، وانا راه شاب تخرب هذا التخربيق اللي هما باغيين يخربون هاد الناس. انا راه ما ننزلش للمستوى ديال شي واحد. انا بنادم ما عندوش ضمير، راه ما عنديش ضمير بحال دابا السيده ولو شكيت ولا يكون غير شك في واحد راه مات، ما يمكنش انا نخرج في فيديوهات ونبقى نسبو وكنجبد فيه، فهمتي، وكنكذب في عباد الله. واخا يكون عندي شك، فهمتي، ولكن هو راه كانت الحاله ديالو. الرزاق معنا يدخل الرزاق. المهم ما عليناش، قلب علينا هذا الموضوع. المهم دابا نمشيو للمسكين. انا تحدثت مع سميتو مع عبد الرزاق، الا راك هنا ازديته ولا رانا يدخل. تحدثت مع الشركه ديال نقل الاموات الاس، تحدثت مع الدكتوره ريناتا ومع الدكتور انيوتون على اساس اننا نشوفوا القضيه واش كاين امكانيه ديال التنقيل ديال الجثمان ديال الاخ ديالنا من المقبره اللي متواجد فيها في هيبيرون بيريس للمقبره الاسلاميه الموجوده بواروس. داك الكلام اللي كنتي فاش اتصلتي بيا وشرحت لك راه نفسه ردوا لي باش يفهموا الاخوان المشاهدين شنو كيوقع. دابا الاخوان باش انك تنقل شي سميتو، اولا خص تكون مثلا حاصله شي جريمه وتكون الدوله طالبت ولا الشرطه طالبت ولا العائله مثلا شكات في شي تقرير طبي ولا شي فحوصات تندارت ولا شي تشريح تندار، طالب انهم يخرجوا ديك الجثه باش تعد. ولا عندك القضيه ديال الايزوماسيون، تاخذ الانسان من مكان لمكان في حاله الا كانت مثلا المقبره مهجوره ولا ما فيهاش عنايه، ولا مثلا المقبره يعني شنو هو زعما خصو يكون شي سبب علاش بعد تنقل، يكون سبب. وكذلك انت الا بغيتي، ولكن هذا راه خصك محامي وخص العائله ديالو تدخل وخص الناس اللي يكونوا قراب ليه في الاسم، يا الوالد ديالو يا ولادو. راه قلت لها حتى السيده واش نقدر الا جبت الطليقه ديالو، قالت لي واش عندهم وثائق ديال الزواج؟ قلت لها ما عرفتش. قلت لها راه عنده معها بنت وعندها ولد. قالت لي واش مينور؟ قلت لها يمكن لا مينور. قالت لي لا. قالت لي توصل 18 عام ديالو. اسمح لي حيت مكتوبه كازادو، الطريقه ديالو مازال مزوجين. يمكن هو مكتوب كازادو على الزواج الاول ديال المراه الاولى، ولكن هما هذاك المعلومات كلها اللي تكتبات غير معلومات تعطات من طرف الجار، ولكن ما قدروش يفسروا حتى شي حاجه. الا شتي حتى الاوبسيرفاسيون اللي دايرين في التالي قضيه الاولاد دايرينها في التالي كاع تحت كملاحظه، يعني السيد قال ولكن ما استطاعش يثبت ذاك الكلام ديالو. فهمتي ولا فهمتيش؟ قرا الفقره التحتانيه كاع غتبان لك شنو كيهضروا على العائله ولادو وداكشي. عنده زوج ديال الاولاد، البنت كبيره والابن مينور، ولكن كتبوا بان ما قدروش يحطوا لا وثائق ولا ارقام، بان راه السيد اللي قال لهم ما قدرش، هو اللي قال لهم داك الشرطي اللي بلغ بالاول داك شنو سميتو، راه تما عندك فلاك سميتو. وما عليناش، حنا عندنا هذا الحل هذا غادي نشوفوا ان شاء الله. نمشيو فيه. راه قلت لها حركي لي داك سميتو تشوفوا الا قدرنا اننا ننقلوه، الا ما قدرناش غادي يبقى لنا الحل الاخير هو من باب اكرام الميت. كما قالوا دفنوا السيد راه مدفون، وراه كلشي ارض الله سبحانه وتعالى. كاين مقبره اسلاميه، كاين مقبره يهوديه، كيف البحر الانسان كيموت في البحر ولا يموت في البر ولا يموت في الجبل، راه اللي غادي ينفعوا العمل ديالو ما غاتنفعوا لا مقبره ولا تراب ولا تجصيص ديال المقبره ولا شاهد ولا حتى حاجه. اللي غينفعوا العمل ديالو حنا اقل حاجه من باب باش يبقى معزز مكرم، لانك تعرف المقابر كما وقعت مثلا لعبد الحق فاش مشيت عنده لقيت الارض ديالو مساويه في سميتو. غادي ان شاء الله نشوفوا بعض المغاربه اللي بغاو يحضروا معنا ونمشيو ان شاء الله القضيه هذه. واخا شوف انا ما موافقش الراي انك تنقل عاوتاني الجثه ديالو، كتبان لي غير غادي تسخسخوا غادي تعذبوا اكثر وصافي، فهمتي. انا ضد غير اجراء سمير، حنا غير اجراء
يتندار باش نعرفوا فين غتوصل القضيه. وانا اؤكد لك بان راه صعيبه القضيه، صعيبه. لا العائله ديالو مسكينه قادرين يجيو، لا الام ديالو استطعنا اننا ندخلوا معهم في اتصال، لا ديالنا هنايا كيتحركوا. راك عارف القضيه، وهذه القضيه راه كتحتاج يعني ماشي، راه كتحتاج شي حاجه اللي كبيره. فبالتالي حنا غادي نمشيو في هاد اليومين ولا هاد الربع ايام هادي، ما كاين والو من هذا الجانب هذا. نمشيو حنا نديروا عليه سميتو داك الشاهد ديالو بعدا باش يبقى انسان معلوم وباين وواضح. يتكتب الاسم ديالو باللغه البرتغاليه، تاريخ الوفاه ديالو، تاريخ الولاده، اسم ديالو عصام الفقير. ما غنكتبش طاب بالعربيه باش ما يقولكش اودي راه مشيتو خديتو قبر وكتبتو بالعربي، نكتبها لكم بالبرتغاليه. وهنا خص تعرفوا واحد القضيه، انا راه ما يمكنلكش تجي وتكتب في شي قبر شي حاجه اللي ما كايناش، راه فيها لا انا مع هذه القضيه، ولكن ديال النقل والجثمان ما صراحه ما بغاش تدخل لي الدماغ انا. حيت انا اول فاش لونسيت انا الخبر الدراري بداو في تعاليق ودخلوا عندي حتى البريفي، علاش ما تجمعوش نتوما وتحيدوه وتخرجوه وتحطوه، فهمتي. ولكن ما عرفت انا كيبان لي زياده ناقصه، ارض الله وحده، فهمتي. ما كاين حتى فرق. هذا هو اللي كاين. انت متفاعل تمشي؟ مرحبا اصاحبي، انا اش قلت لك، انا مرحبا. اي حاجه دابا درتوها شي حتى هاد القضيه ديال نكون واضح، نكون معكم واضح. وراني هضرت مع الزين في هذا المجال هذا، وهضرت مع قبيلات، ما نطلبوا حتى شي حاجه من شي واحد. لا بيناتنا نقضيو غرض وبلا ما يتصور اللي غادي نخلصوا داك الشيء من المال ديالنا الخاص. انا مستعد نعطي اي مبلغ، ما عنديش مشكل. واكيد انتم غادي تشاركوا انتم في هذا الخير هذا. وإلا مشى معنا شي مغربي كان حاضر تما حتى هو بغى يشارك، ما كان حتى شي مشكل. اما الناس اللي بعيد ولا سميتو كلشي زعما نونسيو يمشيو معنا الناس زعما، ولا نمشيو غير حنا بيناتنا؟ لا حنا الا بغى يمشي شي واحد يحضر ما كاين حتى شي مشكل عادي. زعما نونسيوها نمشي بنادم البشر. لا غادي يمشيو الاشخاص اللي قراب لينا، داك الشيء يكون واضح. يعني ديك الساعه ماشي جنازه وتصدق تما داي تما انت 600 واحد 700 واحد سميتو، لا فهمتيني. غادي يمشيو اشخاص واحد 10 ولا 12 واحد، ولا ونشوفوا شي واحد اللي يكون في داك الشيء ديال البني. ولا عبد الحق لقيت شركه تما هي دارت. انا غادي نرجع ان شاء الله نمشي للمقبره ديالو. الا بغيت نمشيو شي نهار انا وياك نديرو، نمشيو قبل انا وياك وعز الدين وهذاك، نمشيو نشوفوا تما ونشوفوا الا كانت شي شركه هي دير لنا داك الشيء، وحنا غنحضروا معها في الوقيته اللي كتبني. مرحبا. ولا هي نعطيوها البلاكا ونعطيوها المسائل كلها، ونهار اللي غادي يكون واجد نمشيو نوريو للاخوان وصلت القضيه، والله يرحمه ويسع عليه وانتهى الملف. حتى واحد ما يعاود يجبد الموضوع على السيد. انا هذا اخر فيديو غادي نديرو على سميتو، ما غاديش نبقى نهضر على السيد، ونتمنى الناس ما يبقاوش يهضروا يسولوني حتى النهار اللي غادي نديرو ان شاء الله. يا اجراء قلنا لكم ديال الاكزوماسيون اللي قضيه صعيبه وماشي سهله، يعني التنقيل ديالو، او القضيه ديال الشهاد، في انتظار الى كيف ما كان الحال وكيفاش غادي ندير كما غادي ندير ان شاء الله ماكسيم. لان القانون البرازيلي كيعطيك انك تنقل العظام ديال الميت من مكان لمكان بعد مرور 3 سنين. 3 سنين يعطيك انك تقدر تنقلهم، تجيب لهم غير طلب من المقبره اللي غادي تاخذ ليها، بحال مثلا المقبره الاسلاميه قالوا لي نعطيوك على عبد الحق، ونفس الشيء غادي يديروا معنا على عصام، يعطيوني ورقه بانه ما غادي يستقبلوا دوك العظام، وكتمشي كديها لهم وكدي معك شركه نقل الاموات، كتجيب دوك العظام في سياره ديالهم خاصه، في ديك سميتو ديال صندوق خاص، وكديها للمقبره وكدير لها الدفن بحال راك دافنها من سميتو. صافي طيب غرض بينات. اجي عندك شي اتصال مع عائلته في المغرب ولا والو انت؟ اخويا راني كنحاول. انا التليفون ديال الوالده ديالو وديال الاخت ديالو كان عندي في التليفون القديم، ولكن التليفون القديم مشى لي، كلشي الارقام مشات. ولكن الا كان شي واحد اللي زعما يعرفهم واستطاع انه يقدر يقول لنا يجيب لنا الرقم ويدخل معنا في الواتس، ولا يدخل معنا في التيك توك ولا الانستغرام ولا الفيسبوك، راه نفس الاسم ولا ولا يدخل مع سمير ولا مع 100% يكونوا تما ساقوا الخبر، فهمتي، وصلاتهم الخبر. هو شوف على حساب القول ديال عز الدين اللي اكد لي، قال لك بان راه كانت وقعت مشادات كلاميه ما بين الطليقه ديالو والعائله ديالها، لان العائله ديالو طلبوا على اساس انه يرحل للمغرب. والعائله ديال قلت لك الطريقه ديالو راه قالتها لي قبيله حتى الديليغادا، وعندي مسجل في هذا الفيديو، مسجل في المكالمه البارح. قالت لك راه ما حضر حتى شي واحد باش يخرج الجثه حتى هنا، كاع ما سوقوش. صافي. المهم حنا اللي في مصلحته مصلحته ما تكونش حتى شي حاجه اللي فاتها ما راه مرحبا، فهمتي، ما نسخسخوه لا هو مسكين لا، فهمتي. كان شي حاجه نديروها مرحبا، انا متفق معكم. بون تفضل اخويا سميتو، قول اخر كلام ان شاء الله، تاني غادي نقطع ان شاء الله نمشي نرتاح شويه. قول اللي بغيتي. المهم انا كنتمنى كما قلت لك بعدا في اول حاجه، انا فاش لونسيت انا الخبر الاول، انا من وراء تقريبا شي سيمانه انا كنت كنحاول نتصل به ما كيجاوبش. هي فاش بديت كنقلب انا على الخبر على سميتو المعارف ديالو وداكشي، توصلني الخبر ديال الموت ديالو. المهم شويه تصدمت شويه، فهمتي هذيك، لان السيد واخا هكاك راه يلاه 48 عام، راه باقي صغير، فهمتي، والمرض ما طولش ليه بزاف.
ولكن انا فاش لونسيت الخبر ماشي باش نتسنى الناس، خصني نلقاو واحد الناس اللي كذبونا وخصنا نحاولوا حتى حنا باش نقول لهم حنا راه على صدق ولا شي حاجه. انا كنت كنظن ان الناس غادي يتصدموا لانه باقي السيد صغير وكانوا مولفينه في القناه ديالو وهذوك النقاشات ديالو، وخصوصا دابا مؤخرا ولا كيهضر في السياسه بزاف. يعني هادشي اللي كنت كنتسنى الناس غادي تصدم، ولكن لقيت انا العكس، لقيت الناس ما متيقينش، فهمتي، ما عرفتش واش حبا فيه ولا ما عرفت شنو داكشي. واللي تصدمت ليه اكثر هو فاش شفت انا شي فيديوهات اللي المهم الله كيسبوا المرحوم الله يسمح لهم. سالي يا سالي وما تجاوبوا حتى شي واحد، خلي كل واحد ينعق بما فيه، فهمت؟ كل اناء ينضب بما فيه، فبالتالي خلي منه ضميره، طلعش فهمتي، خلي اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، خلي منه ضميره. بيني وبينك نقسم لك بالله الا خبزه جابها الله تعالى، خلي بنادم يقطع فيه محد ميت، راه داك الشيء كيعطيو له من الاجر ديالو من الحسنات. لا انا تعجبت اصاحبي، نقول الله يرحمه السعد خاطرو كيعطي خاطرو كيبدا كيسب في واحد ولو شاك انه ميت، فهمتي. ما حلاك دابا راه بدينا كناكدوا راه نهار نموتوا حنا يعلم الله شنو قصص غيخرجوا، ولكن حنا قادين بها. نهار الا خرجنا في حاجه راه كنثبتوها، وحنا راه فاش كندخل انا بعدا شخصيا فاش كندخل شي معركه راه ما كنخرج فيها خاسر كيف ما كانت، ولو ندخل في البدايه خاسر في المعركه جمعنا طوال سهله، ما ديش ما تخافش، حنايا الحمد لله كرشنا نقيه، فهمتي. اي حاجه كانت شي حاجه كره من دابا صاحبي كره تابعينا، ولكن بنادم غير ما حاملكش يا اما ما عرفتش واش على التوجه ديالنا ولا شي حاجه كنقولوها، يمكن ما عرفتش علاش كتلقى الناس حاقدين عليك ما حاملينكش معاه، فهمتي. وانت راك كديرها كتبارطاجي افكار ديالك في فيديوهات وصافي، كيف ما هو نيت كندير الله يرحمه. المهم الاخوان ما تنساوش ترحموا على عصام، وكما قال المامون راه اي حاجه فهمتي كنا غادي اي خطوه كنا غادي نديروها راه غنبارطاجيوها معاكم، فهمتي. وانا كما قلت يا سميتو مامون، انا راح اشاره اي حاجه احتاجيتوها، فهمتي، اي حاجه سواء ماديا ولا معنويا انا راه موجود، فهمتي. المهم غادي نتعاونوا بيناتنا، غير اللي قلت لك يعني الكلام اللي قلت لك سميتو، حتى شي واحد ما ياخذ شي حاجه من شي واحد كيف ما كان، اللي يقدر يعطي شي حاجه نجيبو مرحبا، ما قدرتوش انا مستعد وقادر، فهمتي. هذا هو اللي كاين، باش ما يبقاش بنادم يقول لك راه كديروا هذا الشيء باغيين تجمعوا العاكه، باغيين تجمعوا باغيين تنسبوا، حنا راه ما نصبوا حتى شي واحد، حنا اهل الخير وقادين اننا نخلصوا داك الشيء. انا كنت كنخلص المقبره بوحدي، مقبره 3600 و1000 ريال ديال لومبيلونس، وزيد لها 1200 ديال الصندوق، عاد نحصل لنا في 1000 ريال ولا شحال غادي تجينا، ما كان حتى شي واحد. يلاه تهلا لي في راسك اخويا سامر، شكرا لك. المهم اخويا نطلع الاخوان اللي بغا يقول شي حاجه، تفضل. السلام عليكم سامر، شكرا. صباح على خير. السلام عليكم. اوكي الاخوان اللي بغى يقول شي كلمه ولا يترحم على خويا عصام يتفضل. عبد الرزاق راه معنا هنايا. انت ديما جاي مأخر اخويا عبد الرزاق، دابا ما فهمتكش انايا قلبي كدير معايا انا. السلام عليكم. سناء زين تبارك الله عليك. تفضل عبد الرزاق. ايوا راه وديرنا الكاميرا صاحبي، وانت كل مره جايين انا بلا كاميرا، انا مالي خلينا واش نبقاو نديرو في الكاميرا هنا، واش انا ما نشوفكش اخويا؟ مرحبا تفضل عبد الرزاق. يعافيك صاحبي، ما شاء الله. راك بالتوني ديال الوداد؟ التوني ديال الرجاء. الله اكبر ما شاء الله. نقص لينا شويه التلفزيون، هضر معنا شويه ان شاء الله باش غنطلعوا الاخوان. تفضل. الله سيدي اخويا انا جيت ديك الوقيته والله الا بلاغده، خرجت مباشره من بعد صلاه الجمعه عندنا في المدرسه، مشيت جبت البنت خليتها مسكينه هنا في الدار، والله ما ديتهاش الماء، ما قديش الوقت، خشينا نوصل الروطار لان يسدوا الخمسه، ومشيت بلا غدا بلا والو، خليت البنت هنا المسائل تغدات، طلبت لها شي حاجه، جات هنا الطلبيه سميتو استقبلوها البورطاريه عندنا هنا في سميتو، عيطت ليها اطمئنيت عليها بلي كلشي بخير، كلات مشيت سميتو لقسم الاموال، درت لهم الضربه ديال الهاتشكوك، شديت التليفون، شنو درت ليه؟ دخلت في اللايف باش نبينو بلي راك سميتو، انا درت تليفون فوق تليفون، شادوها كنغطي به وكنهضر معاه الكاميرا مقلوبات. تحياتي السي كريم. تحياتي للجميع. تفضل عبد الرزاق. كنتي معنا في اللايف ولا ما كنتيش؟ لا انا دابا دخلت، دابا مشيت. اخويا ديما تجارب روطار، حنا راه ورينا الشهاده ورينا المسائل وداك الشيء، راه غادي نصيفطها لك صافي. تفضل، ها الشهاده من جديد، تفضل قول لي بغيتي. واش نقولوا الله يرحم السيد مسكين. راه قلنا كي صافي نهينا الموضوع، لان كما
كما عرفتي انت راه قال لك اسيدي راه المخابرات المغربيه قتلات، وانا سولت الدكتوره قلت لها واش كاين شي جاري، قال لك ما كاين والو، المخابرات المغربيه ما قتلتش هذوك اللي كيقطعوك يقتلوا سمير، لا يقتلوا عصام مسكين اللي لا حول ولا قوه الا بالله. خبرات ما قتلاتش. والله اخويا شي ناس حاسبين الرساله محللين وحاسبين لا الرساله ماشي دابا غير واحد النوع من الأمية السياسية وعدم المعرفة بالأمور تتخلي الله بنادم يحفظك اخويا بيش الله يحفظك. فهمتي. تتخلي بنادم يبقى يدخل ويخرج في الهضرة، وهذا المخابرات ماشي. قرانا شنو مكتوب سي عبد الرزاق، انت كتفهم سميتو باش نمشيو ندوزو غتبان لك مقلوبه يمكن. تتبان شنو هادي كريديتو سيرتيدون. استنى خليك، ما خليني نكبر التصويره ديالي انا باش نشوف راني كندير. درتي كنقلبها لهاد الجهة دابا عنديش سيرتيدون كيدير دو دي أوبيتو. درتي دون دي اوبيتو، شنو مكتوب السميه؟ عصام فكري. فكري ولا الفقير؟ الفقير. الفقير. دابا غادي نوريك حتى دابا انت اللي كتفهم في الاوراق وانت راك خدام في الوثائق. دابا هذا اللوغو هذا الفيدرال República Federativa do Brasil, Registro Civil das Pessoas Naturais. يلا كمل اخويا العزيز. المهم سالينا بهذا الموضوع، حنا دابا نترحموا على السيد وهادشي اللي كاين. تفضل ترحم علي في هذا الجانب هذا واذكروا موتاكم بخير. تفضل لي بغيتي. والمهم اولا الانسان ما غاديش يزيد يقول بغيت ترحم عليه يطلع. ما الواحد ما غاديش يشكر مغربي اخر ذهب من اجل يعني استبيان الحقيقه، وفي نفس الوقت هي نوع من صله الرحم، وهذه هي صله الرحم التي الله سبحانه وتعالى يعني قال فيها بانها صله دم وليست بالرحم، كما قالها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لازم هاد الحادث هذا المؤسف مع الاسف انه اخذ واحد من ابناء البلد ديالنا وواحد من القدماء ديال المغاربه هنا في البرازيل. لازم انها ترجع لنا شويه ديال العقلانه، وترجع لنا شويه ديال الثبات، وتعطينا فرصه اننا نتصالحوا مع نفسنا ونتصالحوا مع المحيط ديالنا من باقي المغربيات والمغاربه. تنتمنى بانه راه لا يوجد في الدنيا اكثر من هذه المصيبه، وهي مصيبه الموت. يعني الانسان يجب ان نتعظ. وربما سامي كان معروف، سي عصام الله يرحمه، لانه من الدراري القدام اللي كانوا معنا، كان معروف عليه انه حنين، تيحن مسكين، ولو انه تيخرج الكلام ولا هذا، ولكن الداخل ديالو قلبه كان رجل طيب، رجل طيب تيبغي الخير للناس. انا بغيتك عبد الرزاق سمح لي هذه القضيه في هذا الجانب هذا الا بغيت قصه، لان كتعرف مسكين شي خطرات كيكون شويه هكا الانسان كيكون مسكين شويه دوز شويه كما نقولوا بلا عقل، كما قال له هذاك كيدخل في بعض الامور وانت من الناس يعني اللي دخلتي له في القضيه ديالك سميتو باش نطيو هذا الملف هذا، لان كاين بعض الناس كيقول لك راه كذا، هو راه خلص داك الشيء اللي عليه، ما وقع في المطار سميتو الا خديتي تهضر هذه المساله هذه. تفضل بدون دخول في تفاصيل كبيره. تفضل. هو دابا تنتمنى انك سي نزل شويه الكاميرا ديك باش لان الخطره الكتبه راه مدرقه هاك زيد. انا تنتمنى انك سي المامون الحوار اللي دار اليوم عندي مع اذاعه كوريتيبا حول العلاقات المغربيه البرازيليه، و يعني الاتفاقيات اللي تم توقيعها. من ضمن هذه الاتفاقيات وهو تسليم المجرمين للقضاء، سواء الذين يوجدون في البرازيليين الموجودين في المغرب او المغاربه الموجودين في البرازيل. فالله يجازيكم بخير الاخوان. البرازيليين الموجودين في المغرب. في المغرب نعم. كاين حوالي 735 برازيلي مطلوب لدى العداله البرازيليه، وكذلك في المغرب موجوده تقريبا حوالي 45.
فالواحد جاي لبلادات الناس باش يقلب على خدمة، باش يعاون الوالدين إلا كتب الله. الله يسلمك. فحاول الإنسان يكون بعاد. وأنا عندي اليقين بأنه اليوتيوبرز المغاربة اللي كاينين ما كنشكوش في، يعني كنتكلم على اللي هما من الدراري اللي دراوش وتيديروا يعني محتويات اللي هي كتبين. وهنايا نخصو بالذكر انت السي مامون ولا السي مسمار دو برازيل، يعني دائما ما كتعطيو واحد الاوجه طيبه، حتى ولو كانت مثلا الاخ مسمار يعني يجيب بعض المسائل القانونيه، وهذه المسائل القانونيه كتنفع بعض المغاربه باش يسمعوا ليها وباش ياخذوا البال منها، وهذا دون انه الواحد يدخل في تفاصيلها، لانه كما كتعرفوا راه البرازيل دوله لها من مقومات الامن الداخلي والامن الخارجي شيء الكثير. فما نحطوش يعني نفسنا في شي مواقع اللي هي ما لقينا ما نعاونوها على المباشر وبين، فهمت، دون الدخول في تفاصيل الاشياء. والنصيحه لا خير في امه لا ينصح كبيرها صغيرها، ونحاولوا اننا نكونوا مجموعين. ورانا غادي تنبشركم بانه ان شاء الله رحم الله عبدا اهداني عيوبي. تماما. الله يرحم سي عبد الوهاب الدكالي كذلك الاستاذ الفنان ديالنا، الله يرحم يسع عليه. يلا هضرت مع ولده غير قبيله تا هو مسكين. فانا الاخوان الموت ديال عصام والله العظيم تصوروا معايا الموت ديالو مهما قيل عنه والله العظيم ما قام به المامون، ما قام به السي عز الدين، ما قام به السي مسمار دو برازيل. هذا يبين ان الداخل ديالو كان انسان طيب، ان القلب ديالو كان انسان طيب. والله لو لم يكن طيبا ما كان لي كل الاخوان انهم يمشيو يجريو باش يتقصاو الحقيقه ديال الموت ديالو. ويا من مغربي مات هنايا وتا واحد ما شاف فيه كاع نهائيا، فهمت. فالعلاقات اللي عندنا معاه خصوصا احنا القدام انا والسي مامون والسي خالد مثلا، السي منصف كذلك السي عصام في لندرينا، كانوا اصدقاء. كنا قلال في بدايه 2002 2003 2004. فبعد ذلك التحقوا الاخوان كالسي مامون سي حميد، واحد المجموعه من الاخوان اللي لقاو واحد الارضيه ديال المغاربه تيتعاونوا. فالله يجزيكم بخير الاخوان، حاولوا تكونوا هذيك اليد اللي بعض المرات تقدر تضرب، ماشي تضرب باليد ولكن يعني بالفم وبالنصيحه، ما تبخلوش على المغاربه. الله يجزيكم بخير، وحاولوا تزاوروا فيما بيننا، لانه راه هاد الموت هادي خلاتني انايا والله العظيم خلاتني تنشوف ان المغاربه اللي هنايا راه الا ما حاولوش يعني يقلبوا على بعضياتهم. وخصوصا اليوم ولا الامر سهل، ماشي بحال اللي كان بكري. اليوم غير بالتليفون او هاد الامكانيه ديال التيك توك يا جمعنا دابا هنايا حنايا تقريبا 69 واحد. فينا اللي كيسمع، فينا اللي كيبغي يشارك، فينا اللي هذا. فحاولوا الاخوان تهتدون بنور النبي عليه الصلاه والسلام وسيروا في الطريق الصحيح. وهذه البلاد راه طيبه وشعبها طيب، فالله يجازيكم بخير. خليوا قيمه بلادكم فوق كل اعتبار. راه ولاو دابا ديك النهار واحد الاخ فلسطيني صديق ديالي صيفط ليه 3 الدراري يخدموا عنده في كامبوريو، وواحد فيهم سرق ليه شي حاجه. وهضرت مع الدري لقيته في فلوريان بوليس، قلت له لا ديتي شي حاجه للسيد، رجع عليه وقول له ودي راه شنو وقع وهذا. قال لي لا رجعت عنده راه غادي يدير ليا ويفعل ليا. فاضطريت قلت ليه انايا وعرفتي شنو هو، بقى تما انا غادي نمشي غادي نهضر معاه. ولكن انا ما مشيتش، غير عيطت للفلسطيني قلت ليه عاودت ليه الصراحه، وقلت ليه راه كان محتاج باغي يصيفط لمو شي حاجه ديال الفلوس مسكين لانها مريضه وهذا. قال لي كان يقولها لي وهو يمشي عنده الفلسطيني، مشى عنده مسكين، عطيته فين جالس وهذا، ومشى لعنده وعنقو وخرج هو وياه برا وعطاه انفولوب فيها 8000 ريال.
شكرا وهو عبد الدعاء الرزاق. نرجعوا ان شاء الله لهذه المواضيع هذه، يعني اخر كلمه ان شاء الله باش انني نختم. عندك غضرب لنا الله بديك داك زيد انا راه عندي مسلوخه القضيه. البارح كنوري في عصام 4 المخالفات. مشى لك الصوت. انت بليتيني وخليتيني انا واحله فيها. يلا اخر كلمه ان شاء الله في دقيقه باش انا غادي نختم ان شاء الله. والسلام عليكم الاخوان. الاخوان وقفت في 11500 تكبات، يبان لي كلشي ساقر ولا راكم ناعسين ولا راكم كتعشى. جاتني مخالفه. يا لطيف لطيف. يلا عبد الرزاق الله يعاونك، من بعد نهضروا. قال لك خصك تخرج عبد الرزاق راه كيكمل. السلام. طلع عبد الرزاق. سبحان الله، مخالفه من بعد مخالفه. المهم الاخوان ختامه، نشكر الاخوان جميعا، نشكر الاخ سمير مسمار البرازيل. الحمد لله اثبتنا الصدقيه ديال الاخوان ديال المغاربه البرازيل. نشكر الاخ عز الدين حتى هو على الفيديو، وجميع الاخوان اللي هضروا في فيديوهات ولا هضروا في تعليقات، فشكرا لكم جميعا. الله يرحم لكم الوالدين. غير واحد القضيه ان شاء الله ندير واحد الدعاء بالقلوب ديالنا صافيه، كل واحد يديرو بوحدو. اوكي، كل واحد يدخل ويدير داك الدعاء بوحدو ان شاء الله. شكرا لكم. بغيتوني نبقى معكم شي شويه ولا نمشي؟ نزيد معكم واحد 5 دقائق، ولكن نطلعوا شويه هذا اللايف هذا، لان عندنا هنا بزاف ديال الناس اللي كيتفرجوا، ولكن ما كاينش الاخوان بدون ورود بدون هدايا. انا ما باغي حتى حاجه من هذا الجانب، باغي فقط الدعاء ديالكم للاخ ديالنا السي عصام، والاخ ديال الاخوان ديالنا اللي كيتحركوا وكيوقفوا مع ولاد بلادهم، وكذلك الدعاء للموتى ديال المسلمين بالرحمه والمغفره. ف خونا عصام الله يرحمه ويسع عليه. هذا الشيء اللي كان اخوت. انا عيان والله الا عيان، خصني نمشي نرتاح شويه. خصني راني طلبت شي عشاء غادي يجيني دابا، راه عندنا 9:21 دقيقه. مرهق، راه كانت سالفات العينين ديالي مشات، وهذا الشيء اللي كاين. حنا المستجدات غادي نبلغكم بهم. انا حاليا اخر مره غادي نهضر على هذا الموضوع، الا اذا كان شي مستجد غادي نعاود نرجعوا لكم فيه. الله يرحمه ويسع عليه، نتمنى ان شاء الله يرتاح في القبر ديالو. الاخوان اللي التحقوا دابا ما وقع في القسم ديال الايميل اللي فاش صور داك الشيء، راه عندي هنا الفيديو كامل ومكمول، فهمت؟ غادي نشوف ان شاء الله الامكانيه ديال انني نعرضوه، ولا المهم انا غادي نشوف شنو غادي ندير. اللي غادي نقول لكم الحمد لله اثبتنا بان القضيه خونا عصام ما تعرض لا لجريمه قتل ولا حتى شي حاجه. الموت موت طبيعي جدا، يعني كانت ازمه قلبيه ناتجه عن مجموعه الحوايج، بما فيها مثلا القضيه ديال التنفس، القضيه ديال الغلط ديالو مسكين كان غليظ، ما كسامح شويه في راسو مع المسائل الدواوات، وكذلك حتى داكشي ديال البليه. نسال ربي سبحانه وتعالى يغفر ليه. سولتهم قلت لهم واش كانت هو كان كيستعمل شي حوايج ديال هذاك من زمان، وسميتو واش كانت السبب الوفاه ديالو المخدرات او الكحول او كذا؟ قالوا لي ما تلاقاو في داك الشيء والو، ما كاين حتى شي حاجه. فبالتالي نسال ربي سبحانه وتعالى هذا يكون ان شاء الله حسن خاتمه، لان في التشريح الطبي راه يجبدوا لك شنو كليتي في عام 1316. فبالتالي نتمنى ان شاء الله يكون حسن الخاتمه. نعم، لا نتفق معه في مجموعه ديال الحوايج، نتفق معه في بعض الامور. كيف ما كان الحال كما قال له اللحم الا خناز راه كيهزو ماليه، وانا كما انني ما كنسمحش لشي واحد يتعدى على واحد حي، راه ما نسمحش ان شي واحد يتعدى على شي واحد ميت. اوقفت نعم المساعدات، ما بقيتش نديها في مجموعه ديال الناس في المسائل اللي كتوقع في الامور ديال جمع لي وعاونني ودير لي هذاك الشيء، راه قلت لكم راه وقفتو ما نرجعش ليه. ولكن فاش كيطيح بنادم ولا كيحتاج ولا كيوقف، الا استطعنا اننا ندافعوا عليه بالفكره وبالكلمه وبالبرهان وبالدليل باش نثبتوا البراءه ديالو، براءه يوسف، يعني براءه الذئب من دم يوسف، فانا راه غادي نديرها. ولم اكن لاتدخل في هذا الموضوع لولا هذا الهجوم الشرس ديال بعض الناس عديم الضمير اللي كيقتاتون على سميتو على السب واللعن وهذاك في الاموات وفي الاحياء. كنت متفق معاه ما متفقش معاه مشكلتكم، حتى انا ما كنتفقش معاه في مجموعه الحوايج. والله لولا حتى انني ما تحدثت معاه من شهر وقع ما وقع كنت شو دخلت، على اعتبار انني ما رضاش لشي واحد اللي ميت وما عندوش لسانه وما يقدرش يدافع على راسو ندوز انا دوز الكرام وما ندافعش عليه. فبالتالي الله يرحمه ويوسع عليه. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته.
اللهم نقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله. كنت باغي ندخل الإخوان ولكن يبدو أن سميتو خصني نمشي، ما عنديش كاش ندير. الإخوان اللي التحقوا دابا راه طالبين الكاست دخلتهم معطلين وانا خصني نرتاح شويه من باب ان لنفسك عليك حقا. انا ما بقيتش ديك اللقطه ديال نضل كما نقولوا هذاك مسمر انا حدا الكاميرا وحداك سميت جمعت مع داك الشيء. اليوم كنشد التيليكوموند هذه كندخل نتفرج فيلم في نتفليكس ولا كندير اخبار ولا كندير موضوع مثلا ديال احد مواضيع الساعه، مثلا نقاشات، خطابات، مناظرات، محاضرات. هذا هو اللي صبح كيستهواني. فشكرا لكم جميعا، ونتمنى نكونوا دائما عند الحسن ديال الظن ديالكم، ديال الرجال اللي كيثيقوا فينا. الله يسهل على كل واحد، الله يهدينا كاملين، والله يثبتنا، والله يخرجنا كاملين. نسال ربي سبحانه وتعالى ان يخرجنا جميعا بدار العيب بلا عيب. سيمو برشلونه، تفضل اخويا جواب على السؤال. شنو هو السؤال اخويا؟ تفضل، غير ما ترجعنيش من الاول. الله يرحم لك الوالدين. تفضل، شنو هو الجواب؟ الله يحفظك يا كريمه. الاخوان اللي كاتب شي حاجه اكتبوا باش نسلم عليكم. الاخوان اللي معنا هنايا وشو ديال التكبات. خويا سعيد شكرا لك. سيمو برشلونه قال لك جاوب على السؤال. شنو هو الجواب اخويا؟ تفضل. غادي نزيد واحد 3 دقائق نجاوب على الاسئله ولا نسلموا على الاخوان. كريمه مرحبا اختي 10 ولا كريمه 10 ما عرفتش، اهو ب 10. الله يجعل مثواه الجنه. شكرا اخويا عقال بيلينيو، بارك الله فيك. سام اش من بلجيكا اخويا مرحبا. يلا الخوت شكون اللي يسلم علينا ولا نسلموا عليه؟ تفضل نقولوا سميتك. خويا رشيد العزيز شكرا لك على المداخله ديالك، الله يرحمه. شكرا سي رشيد، راه كان معنا في اللايف ديالك سميتو فيدا بوا. السلام عليكم اخويا، تفضل خوت. خويا مامون، خويا مهاموم، ما فهمتش شنو قال لي هذا. نطلع خويا مهاموم في البرازيل مرحبا. تحياتي سيما ورجوله من الطفوله. شكرا خويا عبد الهادي الحوريشي، شكرا ليك. فيدا بوا شكرا. موتشنو قال لك خوا مهاموم في البرازيل، ما عليناش. الله كثيره خويا عقال شكرا. بون هادشي اللي كاين. كتفكر اخويا فاش كتفكر. الله يرحم الوالدين. خويا الحوريشي شكرا لك. عبد الهادي بون هادشي اللي كاين. الله يرحم الوالدين. شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا لكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم. اللي ما حضرش معنا هذا اللايف هذا نقدر ان شاء الله غدا غادي نطلقوا في اليوتيوب. واللايف اللي كان رائع جدا اللي كان البارح راه في اليوتيوب، راه حطيتو مطرطق مامون مروكين ودخلوا شوفوه كامل. شكرا على التوضيحات خويا امين، شكرا ليك، بارك الله فيك. الله يرحم لكم الوالدين جميعا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.